سبق وأن أسلفت. أستاذ حامد، معانا مكالمة مهمة جدا، والراجل ألح بيقولوا عنده معلومات خطيرة وصمم إن هو يدخل معانا، وقال أنا اسمي محمد فقط وما يقال على مسؤوليته الشخصية. محمد، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. أهلا أبو حميد. ازيك وسلم على الأستاذ حامد. الله يسلمك. أهلا وسهلا. اتفضل يا أبو حميد. بص يا كابتن، دلوقتي المؤامرة محبوكة من كل الجوانب لتدمير مصر وتقسيمها ل4 دول. عايزين يقسموها دولة سيناوية ودولة قبطية ودولة إسلامية ودولة نوبية، ودخلوا بحاجة اسمها القطيع الإلكتروني يا كابتن، عن طريق إن هم يعملوا غسيل مخ للشباب، أو بمعنى أصح يعملوا طابور خامس عن طريق واحد اسمه جاريد كوهين. اسمه إيه؟ جاريد كوهين. جاريد كوهين. ده صهيوني في الدبلوماسية الأمريكية. ده كان مستشار لكوندليزا رايس، طبعا وزيرة الخارجية السابقة، وحاليا هو مستشار لهيلاري كلينتون. جاء قعد في يناير 2008 مع مجموعة تدعى 6 إبريل، الأخ أحمد ماهر والأخ أحمد صلاح، وهم من قادة 6 إبريل. وتم طبعا تدريبهم إن هم يروحوا يتدربوا في صربيا في حركة اسمها تدعى إدبور. دي حركة قامت في صربيا. كان في قائد يدعى سلوبو هناك، كان ديكتاتور زي حسني مبارك بالظبط. قاموا عليه بحركة هناك اسمها إدبور، وراحوا هناك اتدربوا على يد واحد اسمه سيرجي بوبوفيتش قائد الحركة اللي هناك. أسقطوا الدولة طبعا في يوغوسلافيا، ويوغوسلافيا تم تقسيمها في البلقان، تم تقسيمها ل 12 دولة، وده اللي بيقوموا فيه دلوقتي في مصر عن طريق مجموعة الشباب اسمها موفيمنتس، حركات تبع حركات موفيمنتس اللي اسمها تحالف الحركات الشبابية. طبعا كل ده عن طريق واحد بيمولهم، وهو رئيس فريدم هاوس، وهو جورج سوروس. والأستاذ حامد يعرف الكلام ده، وأخطر راجل في الأرض، وهو اللي بيختار أصلا رئيس الولايات المتحدة. راجل ماسوني صهيوني. ده عامل شبكة عنكبوتية كبيرة على مستوى العالم يا كابتن. وده عامل حاجة اسمها منظمة المجتمع المفتوح، جورج سوروس، اللي هو يصرف على الإعلام ببذخ، تبقى فيه هالة إعلامية تقوم بالتعذير وتقليب الحقائق، تدمر كل حاجة والمجتمعات الشبابية. في منظمة تانية الأستاذ محمد البرادعي كان فيها، اسمها منظمة مجموعات الأزمات الدولية. يعني محمد، أنا شايفك متوتر يا محمد. يا محمد، أنا بس عايز أوضح لك حاجة بسيطة. اتفضل. أنا لدي كل المعلومات الحقيقة اللي أنت قلتها هي معلومات صحيحة، وأنا بطمنك إن هي عندي بالصوت والصورة. كل ما ذكرته عندي بالصوت والصورة، بس أنا لا أعتقد أن حلقة اليوم يمكن أن تسع إن احنا نعرضها، فربما نعرضها في حلقة أخرى أو في برنامج آخر. لكن كل المعلومات فعلا اللي أنت قلتها صحيحة، لكن أنا هأضيف لك إن احنا سنشاهدها صوتا وصورة لكي نعرف مرة أخرى الأطراف الكثيرة التي تشترك في التآمر على مصر مرة تانية، ليس لإسقاط النظام ولكن لإسقاط الدولة المصرية، لإسقاط الدولة المصرية. لقد كان هذا شعارا على الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة بعد بداية الثورة بحوالي 6 أيام، معا لنسقط مصر لا لنسقط النظام في مصر. محمد، أنا عايز أسألك سؤال. محمد فصل، معاك تليفون عبد الناصر، حاول تجيبه. أنا عايز أسأله سؤال وهو سامعني دلوقتي. لماذا يا محمد، ليه قلت الكلام دلوقتي يا محمد؟ محمد. ايوه ابو حميد، ليه قلت الكلام ده دلوقتي؟ يا كابتن دلوقتي في مخطط لاسقاط وتفتيت الجيش المصري.
يا كابتن بيقسموا داخلين عشان يسكتوا دولة بيسكتوها من كل النواحي. بالظبط. بيضربوا مؤسساتها، بالظبط، وده اللي يضربوا حاصل. مؤسسة القضاء، يضربوا مؤسسة جهاز الشرطة، يضربوا المؤسسات النيابية والتشريعية، يضربوا جميع المؤسسات في الدولة يا كابتن، ويضربوا الرموز. محمد انا عايز اقول لك حاجه، احنا اقوى من كده ومصر اقوى من كده. احنا انجلترا الانجليز احتلونا 80 سنه ما تعلمناش حتى منهم اللغه. فانا بطمنك ان شاء الله. اتفضل يا محمد. الناس دي اتدربت على اعلى مستوى، عارف، واضح. الناس دي اتدربت ان هي ازاي تقلب نظام الحكم من ديكتاتور وبعد كده تسكت دولة. يا كابتن المخطط كبير، ده شرق اوسط كبير. للاسف يا محمد، للاسف ده شرق اوسط كبير يا كابتن. ويا كابتن الناس دي راحت اتدربت باعت البلد باقل ما يكون. لحسوا عقول الشباب ان هم اللي قبليكوا باعوا البلد. انتوا ايه اللي البلد هتلكوا ايه عشان ما تبيعوهاش؟ اذا كان هم باعوها فانتوا هتكونوا احسن منهم في ايه؟ وتستغلوا الفقر بتاع الشباب يا كابتن. للاسف حته الوطنيه في الشباب معدومه. النظام البائد الفاسد اللي ما شجعش الوطنيه في قلب الشباب، ما عرفهمش عن قيمه مصر. يا محمد ارجوك، انا الشعور بتاعك اللي هو الشعور المتشائم ده، انا موجود النهارده لكي يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ولن نسكت، وانا لن اتوقف عن كشف كل شيء. واعتقد ان لدي الكثير والكثير من هذه الوثائق التي سيشاهدها معنا الشعب المصري كله. الشباب المصري اولا، لاني اثق في وطنية الشباب، واعرف ان المصري هو اكثر انسان على وجه الارض يحب بلده، لكن القضية ان الاعلام غائب فجعلهم غافلين عن الحقائق. علينا ان نستخدم نفس الاسلوب. نحن بالصوت والصورة نقول لكم ما يجري، وانا اثق في قدرتكم على الحكم على الامور، لان الذي سيضيع ليس نظاما لكن دولة. وطن اسمه مصر.